خذوا اللي عندنا كله. كل اللي عندنا قشوه من هذا ودفاتر واشياء عشان يعني يصلون للحقيقه على ما يقولون. سددوا تقريبا 12%. ايه والباقي الى الحين، والامر متعلق الى الحين. هل كفالته انت سبحان الله بعد سنه توفى؟ يقولون بعد سنه او سنتين، هم قالوا ولا انا ما حضرت شيء، قالوا انت توفى. وعندي خطاب الحين من رئيس المحكمه، محكمه بالرياض، ان الرجال توفى. لا مو من رئيس المحكمه، من الجبير. الجبير كان وزير العدل. من هو الجبير؟ هذا محمد الجبير، يعني تعرفوا يمكن وزير العدل بهالمملكه كالوقت. وانه المهم طبعا على حسب الحكم وزير العدل كتب للمحاكم انه لا جاكم مثلا سكوك ولا فراغ باسم فلان وقفوه لما يسدد الفهد الشويرخ. عندي الحين سند بالشهاده. وعندي خطاب من طويل العمر سلمان على اساس يعني يجيبونه من برا كالوقت. الحين خطاب موجود. اي واشياء اوراق. وعندي اللي يثبت مثلا حكم حسم المنازعات بوزاره التجاره اللي يقول لك المشايخ اللي وقعوا عليه، اللي هو اللي يدفع لي حوالي 40 مليون. لا اله الا الله. اي نعم الحين موجود كل الاوراق. واللي ما مثلا مو من طريقي انا يروح لديوان المظالم وكل شيء عندهم. طيب ديوان المظالم ابو فهد مستلمين قضيه من هذا، وكل الاوراق اللي حتى عنها اساسه عند ديوان المظالم من 1409. لا اله. اي نعم عاد سددوا اللي يقول لك سددوا من الحياه عاد حوالي 13%، والباقي عاد يعني باقي حوالي 30 مليون تقريبا. لا اكثر. لا اله الا الله. يعني من اكبر المصارف ومن اكبر المصارف في المملكه، يعتبر علم يعني من اعلام. اي على وقت الوالد بعد عقب ان عاد استلمنا احنا. لكن الشكوى والله شوف بسبب ثقه بسيطه، لكن الشكوى لله يا ابو فهد. الحمد لله. والله يا ابو واسال الله ان يعوضك. والله يا ابو فهد الصراحه انا ما جاء على بالي ولا الكبر انه بغدر بي يعني، لكن الشكوى لله. والله انه بالمجلس هنا عندي انه اليوم بنياتي صغار. يا عم. صغار بنياتي. عمر يجي هو يضمن على صدره. صغار بنياتي يمكن ما هو 7 سنين 8 سنين ضمن على صدره. قال ترى يا ابو محمد انا مسؤول عن بناتك وانت مسؤول عن بناتي. يعني ثقه بيناتنا يعني ما والله جعل. وبعدين طيب ما يصير يمكن هم انكبوا ما ادري هذا اشياء ما ادري عنها. وبعدين من اكبر الحمايل في المملكه يعني ما هو يعني على ما قال ذا، ولكن الشكوى لله. طيب والحين والحق ان شاء الله ما يضيع. ان شاء الله ان شاء الله ما يضيع. طيب كم املي انا بالعلي القدير سبحانه. لا اله الا الله. انه سبحانه وتعالى اول شيء يرجع حقوق الناس. اللي والله يا ابو فهد انه تاكل معي تشرب. لأن حقوق الناس مو بسيطة أبو فهد. الموت الحمر أنا أشهد. مو بسيطة أحب. أنا أشهد. لكن الشكوى والله نسأل الله يبرئ. أنا الحين عمري 70 سنة مو بصغير يعني. أدري. والواحد نسأل الله أنه ما يتوفان الله سبحانه لما يسدد عنه الله سبحانه وتعالى يسدد عنه. إن شاء الله. أبشر بالخير. أنا يا أبو فهد أنا والله أنا تاكل تشرب. يا عمري. الوالدة أنا بعلمك الوالدة الله يرحمها يوم طلعت من السجن من أول تشوف وكل شيء يوم طلعت في العمية. عمية يعني من خبر والدين. صح. المهم الحين راجين الله سبحانه وتعالى راجيه أن يسدد ديني ويسدد إن شاء الله ويريح بالي وبال عائلتي اللي عايشين معي بعد ذا تخابر يعني إيه إن شاء الله خير إن شاء الله خير. ناسف يعني إنه طلعت مشاعري ولا حقوق الناس ما هي بسهلة. ما هي بسهلة والله ما بسهلة. أنها تنام والله يا أبو فهد والله يا أبو فهد إني بعض المرات في المسجد إني أتلفت يقول عسى ما جاء أحد على ما قال. لا إن شاء الله. وإنه أسمع وأعلمك والله لو يقابل الحين واحد له 1000 ريال إني قاعد أصبب عرق. أدري. يقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع إنه جاء واحد يعني توهم قاضي من الغزو وإنه لابس حزام حق الغزو كالحين مو بغزو يعني حرب ذاك الحين. المهم يقول عز يفكونه. قال الرسول اللهم صل على محمد خبروا واحد يعني يبي منه دين ولا فلوس.
قالوا خبر فلان، يوم ما اجوهم رفق الحزم الحزام. لا اله اي لانه هذا حق الناس مو بسيط، لكن الشكوى طيب اللي بيتواصل معك يا عم مثلا شلون؟ تواصل معي بيش؟ مثلا لو واحد بيدق عليك، واحد بيتواصل معك يعني وش يشوفوا يعني وش مثلا بيحل قضيك شيء ولا؟ والله الله يجزاهم الله خير، والله ودي على ما قال. اقول لك يعني الناس اللجنه والناس اللي جويد، وانا الحين والله عايش على الله سبحانه، ثم اللي جويد. انا الصراحه كان اقول لك اساميهم. لا اسمع، انا عارف بس كان اقول لك اساميهم، بس اخاف انه هم بعد يزعلوا لك قلت اساميهم. لانه في ناس على ما قال جزاهم الله خير، والله ما وقفوا ولا سنه. الله يسعدهم ويوفقهم ويرزقهم واسع فضله ويجعل موازينهم. الحين حتى عيالهم مثلا، في ناس عيالهم هم مستلموا مستلباهم، يعني عارفين موضوع ويعطون كل سنه يعطون. طبعا انت خابر كل سنه رمضان وذا انت خابر. بالخير ان شاء الله وباذن الله ما يضيع حق. نسال الله ابو فهد انه يسدد الدين ان شاء الله ويسدد الدين. انا سعدت بشوفتك والله اني جاي عشانك. انا والله ابو فهد انك يوم حكيت عن الموضوع قلت ان شاء الله انه فاتحه خير ان شاء الله، ان الله يسدد عنا الدين ان شاء الله. وهذا اللي اقول لك الحين البيت اللي حنابه ذا ترى سبيل للوالد. لا اله الا الله. اي سبيل. قال الوالد عقب وفاته مكاتب بالوصيه، اموي انا وصي عليهم. قال ذا على ما قال وما نشري البيت اللي الحين جابوه الله بعد نتكم وانا. اي والله سبيل للوالد الله يرحمه. نعم. ولا الحين والله يا ابو فهد اني ما املك الا الاشياء اللي يعطونا الناس. الحمد لله. وهذا الملك لله سبحانه وتعالى. والله ما ودي اني يعني بينت نفسي كذا. لا يا بعد راسي. لا ابو فهد ما ودي والله الناس بينت نفسي كذا. انا بشيلك، انا باخذك معي البريد. انا على ما قال ودسك عندي انا على ما قال يا ابو فهد يعني ما ودي اني ابين نفسي ذا، لكن الشكوى الله الناس للناس والكل بالله باذن الله. والله ما تدري يمكن تنام الليله ان شاء الله. ان الله يجبر بخاطر وخاطر كل مسلم ان شاء الله في الليله المباركه. الله كريم شكرا لك والله ما قصرت والله. لا والله انا اللي احب راسك. الله يجزاك خير ويخليك ان شاء الله. صلوا على الرسول اللهم صل على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم التوفيق. الفيديو هذا لا يقف عندكم، للعم فهد الشويرخ اسال الله أن يقضي عني وعنكم، وأن يكون هذا الفيديو لي ولكم حرزا على النار. مع السلامة.